ما عملوش حاجه، ناس بريئه جدا. وهاني رمزي هو موجود، دي سفنكس طبعا، وده كابتن احمد حسن، كابتن شوبير، كابتن هاني رمزي. مش عارف مين شايف حد تاني بصراحه، في ناس تانيه بس انا شفت بعد كده عمرو زكي كان موجود، او عمرو هو موجود، حسام عبد المنعم كان لاعب نادي الزمالك طبعا. حاجه طبعا اقل حاجه نقدر نشارك اهالي الشهداء في اللي حصل. احنا كلنا حزنانين، كلنا حزن طبعا على مصر نمره واحد. انا اعتقد ان شاء الله اللي حصل ده والتضامن اللي حصل مننا احنا ونادي الزمالك، كابتن حسن نحييه طبعا على البادره اللي هو قام بيها، وانا طبعا وافقته تماما على الراي اللي هو القرار اللي هو فكر فيه وكده. اعتقد ان يكون التضامن ده بدايه لجميع افراد الشعب في مصر. انا بتخيل نفسي ان ابني او صاحبي او اخويا راح يتفرج على ماتش، او انا رايح معاه ورجعت من غيره. انا بحط نفسي في الموقف ده، موقف صعب جدا جدا جدا. نتمنى لجميع الموتى الرحمه ان شاء الله، والاهاليهم الصبر بعد الغاء مباراه الزمالك والاسماعيلي قلت لعيبتك ايه؟ مش الغاء ولا حاجه، لا ده احنا تضامنا انا والكابتن حسن مع الاحداث اللي حصلت. تضامنا مع الاحداث دي احنا قررنا عدم اللعب، ودي كانت بدايه. اعتقد دي كانت البدايه للي حصل دلوقتي. ونتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان دي كانت البدايه امبارح، تستمر ان شاء الله لغايه ما الاستقرار يعود لمصر باذن واحد. ارجو انك انت ما تقولش نجم الزمالك، انا نجم مصر. انا واحد من ولاد مصر، مولود في الدرب الاحمر، واحد عايش مع الناس ديت. جمهور الكره المصري هو اللي كبر ابو رجيله وكرب الخطيب وحسن شحاته وشالونا على اكتافهم وطلعونا للسما. ها احنا دولت مش هنسيبهم ابدا، اللي ماتوا دولت مهما كان كل الرياضيين في مصر، لان احنا اول مره نتوحد، اول مره المصريين الرياضيين يتوحدوا، ولازم ناخد بطارهم ولازم نقف مع اهاليهم الى اخر الدين. عايز اقول لحضرتك حاجه، مصر بتتقسم، حاولوا بقدر الامكان نتجمع مع بعضينا كلنا بصوت واحد. مصر هي الاساس، مصر هي الاساس. والف رحمه عليهم. مصر ربتهم وخلتهم ناس بني ادمين، حد يعمل في مصر كده؟ يعني الله يكون في عون اهالي المتوفيين، والف رحمه عليهم. ولادي كلهم، يعني كلهم ولادي. ربنا يخليك كابتن احمد، ربنا يخليك. ربنا يصبركم. لاسر الضحايا تقول لهم ايه؟ ربنا يصبركم، بقاء لله. يشاركهم الاحزان، بس هو مش قادر يمسك نفسه يعني. ربنا يصبرهم يا رب. الناس بقت بتضرب في بعض، والناس بتموت في بعض عشان كرة. لا الكرة تولع، يعني الكرة مش عايزين كرة في مصر، بس الناس ما تموتش. يعني ناس رايحة تشجع تموت، ما ينفعش اللي بيحصل. يعني ايمن الحل ايه من وجهة نظرك؟ الحل يبقى فيه هدوء للشعب المصري. يعني لازم الناس تبقى هادية، لازم الشعب كله يبقى هادي، يفكر بهدوء. الناس بقت كل حاجة بتفكر بعصبية، عايزين كل حاجة دلوقتي. وبعدين يعني انا نفسي اعرف فين الامن؟ مفيش حد يقبل طبعا اللي احنا شفناه ده، مفيش لا دين ولا عقل ولا اي حاجه طبعا تقبل اللي احنا شفناه ده. اللي بيحصل ده هي المشكله الاكبر والكارثه الاكبر، ان احنا مصريين بنقتل في بعضينا، ده هي دي الكارثه الاكبر. يعني احنا وصلنا لده، يعني حرام. يعني احنا بنضيع البلد كده حرام. مصريين بيقتلوا في مصريين، اخوات بيقتلوا في اخوات، هي دي الكارثه، هي دي المصيبه.